نضحكش على بعض. عندنا 2 وربع، عندنا محمد صلاح وعمر ومصطفى محمد، يعني سطر وسطر الراجل هناك. يعني انا بجد نفسي اعرف ايه اللي عمله مصطفى محمد يخلي حسام حسن يبقى بيكرهه قوي كده او شايل منه قوي كده. سمعنا امبارح التصريحات او التسريبات اللي نزلت لكابتن حسام حسن لما قال لك انا عندي 2 محترفين وربع، وقصده على الربع ده يعني ان هو مصطفى محمد. والحقيقه المشكله اللي بين كابتن حسام حسن ومصطفى محمد دي يعني احنا واخدين بالنا منها، بانه كان دايما بيخليه على الدكه ويلاعب اسامه فيصل، وتحس ان هو مقتنع باسامه فيصل ومش مقتنع بمصطفى محمد. فهو في مشكله، ايه المشكله بقى؟ احنا ما نعرفهاش. انا بقى شفت احصائيه كده موجوده بين ارقام مرموش وارقام مصطفى محمد، وشفت ان الاحصائيه دي فعلا غريبه جدا. يعني انت بتقول على مصطفى محمد ان هو محترف، ربع محترف، وارقامه احسن من عمر مرموش مثلا. معدل التهديف لمصطفى محمد اعلى من مرموش، مع ان مرموش بيلعب في فريق اكبر من فريق مصطفى محمد. فدايما المفروض ان انت بتلعب في ناحيه الهجوم، وفريق مطالب دايما بانه يكسب الماتشات كلها، فالمفروض ان رقميا مرموش يكون اعلى من مصطفى محمد، عكس فريق مصطفى محمد اللي هو فريق مش قوي، فريق مش اللي هو بيبقى مطالب انه يكسب الماتشات كلها. اكيد هيجي في ماتشات مش هيبقى مطالب منه انه يهاجم، ومع ذلك رقميا مصطفى محمد اعلى من مرموش. المشكله هنا مش مشكله ارقام ولا اداء، مشكله اكبر من كده، مشكله احنا ما نفهمهاش. للاسف بقى هي دي عقليه كابتن حسام حسن اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هو انت عندك لعيب كويس تلعبه، حتى لو انت ما بتحبش اللعيب دوت لازم يلعب طالما رقميا هو بيأدي اللي عليه. لكن شغل تصغير الدماغ بقى والكلام اللي بيحصل ده عيب. اول حاجه انه يطلع من كابتن كبير زي كابتن حسام حسن، تاني حاجه انت مدرب منتخب مصر، يعني عيب قوي ان يطلع منك حاجات زي ديت. انت المفروض تكون اب وقدوه للعيبه كلها اللي بتيجي وبتنضم للمنتخب، مش لعيب يبقى بينضم للمنتخب وانت الكابتن بتاعه او انت المدرب بتاعه ويشوفك بتغير منه او يشوفك بتحاول تقلل منه او مش مقتنع بيه. ازاي اللعيب ده طب هيديك في الملعب؟ فمن الواضح كده ان احنا هنخش على مشكله كبيره قوي بين مصطفى محمد وبين كابتن حسام حسن.